السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو النهارده 3 ابراج. استعدوا واحذروا مما سيقابلكم من اخبار سيئه ونحس وقله الفلوس اللي في طريقها اليكم. ستجلب نهاية سبتمبر بعض التحديات المالية لعدد من الأبراج، ويجب أن تكون ولادة هذه الأبراج حكيمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغلب على هذه الفترة بأمان. 3 أبراج يجب أن تنتبه إلى حل مشاكلهم المالية وأزماتهم. مواليد برج الجدي. يواجه مواليد برج الجدي الضغط المالي بسبب التزاماته المهنية أو العائلية، لذلك يجب أن تكون حذر عندما يتعلق الأمر بالقضايا المالية، ويجب استعارتها قدر الإمكان. حظك اليوم شخصيا الرومانسية ضرورية جدا في علاقتك. سوف تفكر ولادة الجدي في برج الأسد المميز للغاية. العواطف حاليا قد تحتاج إلى المتعة مع أصدقائك وعائلتك، سيكون يوما جيدا. الصحة في الوقت الحالي من المحتمل أن يكون لديك أي نوع من مشاكل القلب أو المشاكل الصحية. هذه أخبار ممتازة، افعل ما تستطيع للحفاظ عليه. المهنية أنت تضغط على نفسك كثيرا. تذكر أن العمل حتى لو كان عملا ممتازا أو مهنة رائعة لا يعطي معنى لحياتك، على الأقل ليس في حد ذاته. مواليد برج العذراء. تشعر العذراء بالقلق إزاء استقرار وضعها المالي، ويمكنه أن يتأخر في جميع مساهماته، ويجب عليه تنظيم ميزانيته بشكل أفضل وتجنب الاستثمار في المشاريع المحفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي. حظك اليوم شخصيا كن حذرا في اختيار الشخص الذي سترتبط به. المال يمنح كوكب المشتري فرصة معتدلة ولكن لا يعتمد كثيرا. الصحة بدلا من تناول الوجبات السريعة سيكون من المثال لجسمك وروحك تناول وجبة خفيفة صحية ومغذية. العواطف سوف تنشر الكثير من الطاقة الإيجابية اليوم. اتصل بأفراد عائلتك الأقرب إليك واخبر أصدقائك أنك تحبهم. مواليد برج الثور. يواجه الثور بعض الصعوبات في إدارة ميزانيتهم، وقد تنشأ مشاكل غير متوقعة تتطلب نفقات مالية إضافية. حظك اليوم يمكن مواجهة بعض العقبات التي تحول دون العمل. وبكده يكون ده الفيديو. مش تنسوني في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.